بص، في راجل من الاف السنين كان بيستحمى عادي خالص زي اي حد فينا، بس هو في البانيو فجاه دماغه ولعت، مش لانه اكتشف نوع جديد من الشاور جيل حضرتك، ولا لان الميه كانت سخنه قوي عليه، لا، لانه فهم قانون مفيش غير عبقري مجنون ممكن يوصل له وهو بيغسل ظهره. الراجل ده ارشميدس، ايوه، اللي كان بيقول يوريكا ويجري عريان في الشارع. بس استنى، هو فعلا قال يوريكا ولا دي اشاعه زي ما قالوا ان الفراعنه اخترعوا الكهرباء قبل كده؟ هنشوف. طبعا احنا مش عاملين الفيديو ده عشان نشوف هو قال يوريكا ولا لا. بص، خليني احكي لك حكايه، بس مش اي حكايه، ده حكايه واحد عبقري بس عنده حته جنون كده شويه. اتخيل معايا واحد بيستحمى في حمام روماني قديم، فجاه يقوم يجري في الشارع عريان بيزعق ويقول يوريكا يوريكا، يعني وجدتها. طبعا اول سؤال هيجي في بالك لو شفت منظر زي كده في الشارع، وانت اكيد مش هتبص، هو ايه اللي حصل؟ هو الراجل ده مجنون؟ ايه، الميه كانت سخنه؟ بس لا، الراجل اكتشف قانون بيشرح ليه الاجسام بتطفو وهو عريان في البانيو. بس لحظه، هو الراجل ده كان بيستحمى عادي كده؟ ايه ديش، ايه اللي بيستحمى كده عادي يعني؟ ما اي حد بيستحمى عادي. ايه يستحمى ازاي يعني؟ بص بقى، عشان تهورك ده انا ما كانش قصدي كده اكيد. الراجل بيستحمى ودماغه مش فاضيه، شغال بيفكر في لغز، بيحل لغز معين. يا اخي العباقره دول عليهم حاجات والله. الملك هيرون ملك مدينه سيراكوز اللي كانت على جزيره صقليه استدعاه واداله تاج. ارشميدس طبعا انبهر، يعني شكرا لكرم اخلاقك والله العظيم، يعني كانش ليه لزوم والله التعب ده. فالملك قال له ايه يا عم انت فهمت ايه؟ ما تسيبني اكمل كلامي طيب. وقال له بص يا عم ارشميدس، انا عايزك تاخد التاج ده وتشوفه معمول من دهب خالص ولا الراجل ضحك عليا. ارشميدس خد التاج وفضل يفكر يقارن يقيس ومفيش نتيجه، لحد ما دخل البانيو. تقريبا كان مالي البانيو لحد اخره، فاول ما نزل في ميه اتكبت من حواليه، وساعتها مسك طرف الخيط، شاف القانون، فهم ان الجسم بيزيح ميه بقدر حجمه، وقدر يحسب كثافه التاج ويعرف اذا كان ذهب خالص ولا لا. يعني اللي حصل في البانيو كان لحظه حل اللغز ملكي، مش مجرد عايز يرتب على نفسه بس. يعني عرفت بقى كان قصدي ايه لما كنت قلت لك هو كان بيستحمى كده عادي؟ فطبعا بعد ما اكتشف القانون وطلع يجري في الشارع يقول يوريكا يوريكا وهو بيجري عريان، راح للملك، فالملك بيقول له يا ارشميدس قول التاج ده ذهب؟ للاسف لا، الصايغ ضحك عليك وخلط الذهب بفضه. ايه، ضحك عليا؟ ايوه، بس العلم كشفه. الملك طلع متعصب ونادى الحراس ومحدش شايف الصايغ تاني. طب ايه، طيب مفيش اي حاجه ليا؟ مكافاه رمزيه حتى؟ يعني الراجل اللي حل اللغز ما استاهلش حتى تاج من صفيح؟ حسبي الله ونعم الوكيل. خلينا نرجع بس شويه بالزمن كده ونبدا من الاول. تعالى ارجع معايا. ارشميدس ما كانش عالم عادي، ده كان شبه الساحر. يعني ده لو كان عايش معانا دلوقتي كان زمانه على تيك توك بيشرح لك فيزياء ببطاطسايه وشفاطه. الراجل كان سابق عصره بقرون، وكان شايف العالم بنضاره احنا لسه ما اخترعناهاش. فيلا بقى نخترع. اول اختراع لعمك ارشميدس كان قانون الطفو. ببساطه، لو حطيت جسم في ميه، الميه بتزق لفوق بقوه قد حجم الميه اللي اتحركت. عارف انها جمله رياضيه وكده، بس ارشميدس شافها وهو بيستحمى. يعني الراجل حرفيا اكتشف قانون علمي وهو بيغسل ظهره، والقانون ده هو السبب انك بتعرف تعوم. طبعا الكلام ده للناس اللي بتعرف تعوم، انا ما اعرفش اعوم. القانون ده السبب ان الناس اللي بتعوم بتعرف تعوم، وان السفن مش بتغرق، وان الطيارات بتتحسب اوزانها، وحتى البانيو بتاعك شغال عليه عشان ما يطقش. يعني نيجي بقى للاختراع الثاني، بورغي ارشميدس، اللي هو كده زي المسامير البراغي يعني. اسمه غريب ماشي، بس فكرته عبقريه بسيطه، السهل الممتنع. تخيل انبوب حلزوني بتلفه يرفع لك الميه من تحت لفوق. ده بيستخدم لحد دلوقتي في الزراعه وفي مضخات وفي محطات الصرف، وكل ده بدا براجل بيلعب ببرغي على ضفاف النهر. طب الراجل العبقري ده وقف لحد كده؟ اكيد لا. يعني قال لك ايه، الرومان هيهجموا على بلدي، طب انا بقى احاربهم بالفيزياء. ايه مستغرب ليه؟ ما احنا حاربنا الفيزياء من كام يوم وخدنا على قفانا عادي يعني. ايوه، الراجل اخترع حاجه زي الونش الضخم، يشيل سفينه ويرزعها. لا، خد التقيله. حط مرايات على الحيطان وخلاها تعكس ضوء الشمس ويحرق بقى السفن، اللي هو زي العدسه كانت بتعمل نقطه وتحرق بها البتاع من تحت. بس في حاجات محدش بيحكي عنها. ارشميدس كان مهووس بالارقام لدرجه ان حاول يحسب عدد حبات الرمل اللي تملى الكون. والله كتب كتاب اسمه حساب الرمل، وكان بيحاول يشرح ان الكون اكبر بكتير من اللي الناس متخيلين. طبعا الكلام ده قبل التكنولوجيا وعلم الفلك والحاجات دي. وبيني وبينك الراجل كان بيفكر في حاجات شبه الفضاء، وهو ما عندوش ولا تلسكوب ولا خرائط. كان بيحسب حجوم كواكب، وبيقول لك ان الشمس اكبر من الارض بكتير. كل ده بحسابات في دماغه واستنتاجاته هو. يعني لو كان عايش دلوقتي كان زمانه في ناسا دلوقتي، يعني المدير بتاعهم، رئيسهم. ده كل اللي عمله يعني. مش بس كده، ارشميدس كان بيحب الرياضيات اكتر من اي حاجه. كان بيقعد بالساعات يحل مسائل ويكتب معادلات على الرمل. واللي اغرب من كده، كان اول واحد تقريبا يفكر في فكره اللانهايه.
وده قبل ما نيوتن وواحد اسمه ليبنز يفكروا في التفاضل والتكامل اصلا. كان بيحسب المساحات تحت المنحنيات بطريقه بدائيه جدا بس ذكيه جدا. هو اللي ابتكر حاجه زي طريقه التكامل بالحصر، طبعا مش هو اللي سماها كده يعني، بس هو اللي ابتكرها. عارف كمان في حاجه اسمها مخطوطه ارشميدس او باليمبسيست، دي كانت كتاباته بس اتكتبت فوقها نصوص دينيه بعدين واتنست لقرون، ولما اكتشفوها باستخدام الاشعه تحت الحمراء لقوا كنز حرفيا. لقوا فيها دراسات عن ميكانيكا، عن متسلسلات عدديه، وحتى مبادئ لافكار شبه حساب التفاضل الحديث. يعني الراجل كان بيسابق عصره لدرجه انه كان بيفكر في حاجات العلماء اللي بعده خدوها على اساس انها اختراعات حديثه. بس الغريب بجد كان في جانب انساني جدا في حياته. كان بينسى ياكل احيانا من كتر ما هو مركز في حل المعادلات، وكان معروف عنه انه مش اجتماعي قوي بس عبقري بشكل مخيف. وبعض المؤرخين بيقولوا انه كتب رسائل لاصحاب العلماء فيها الغاز رياضيه بيتحداهم يحلوها، نوع من المتعه. صدق انا دلوقتي اتاكدت ان الراجل ده كان مجنون فعلا. بس عارف ايه اكتر حاجه توجع؟ مش صاحبتك اللي سابتك، لا خلينا في الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي. الراجل اللي قضى حياته كلها في اختراعات مات مقتول. جندي روماني غالبا ما كانش بيعرف يقرا قتله وهو بيرسم دوائر على رمل. عارف ارشميدس قال له ايه؟ لا تمس دوائري. كانت اخر جمله قالها في حياته. بس رغم كده ارشميدس ساب وراه ميراث مش مجرد قوانين، احنا كملنا ننسج بيها علم وهندسه وتكنولوجيا. يعني كل مره تفتح بيها تطبيق خرائط او تركب طياره او حتى تملى بانيو في حته من دماغ ارشميدس شغاله. تخيل كده لو ارشميدس قدر يكلمنا النهارده، تفتكر كان هيقول لنا ايه؟ لا تنبهروا بالتكنولوجيا، انبهروا بالفضول، لان الاجابات بتيجي وتمشي لكن السؤال الصح بيغير العالم. فالمره الجايه لما تكون بتستحمى وخبطتك فكره غريبه ما تستهونش بيها، يمكن تبقى ارشميدس في عصر الواي فاي. بس ما تجريش عريان في الشارع. هو الجو حر بس مش هتبقى مجنون كمان.